الله هم أيضا أولياء الله. الولي مفهوم شنو؟ مفهوم عام. فقد يكون الولي نبيا، ولي الله وبالدرجة ولي الله ممكن يكون نبي، ممكن يكون وصي. ماذا؟ وصي نبي. أحسنتم. ممكن يكون إنسان بين الخلق بيننا. نحن أيضا بدرجة كما يقال في علم المنطق، أكو تعريف يسمونه المتواطئ والمشكك. المتواطئ المتطابق فيت 100 هو هذا، والمفهوم المشكك أو المشكك يعني ذات النسب، نسبي. فقد يكون الواحد منا نسبة بل قطعا، الواحد من عندنا عنده ولاية قطعا. نحن أولياء الله بدرجة ما موجود هذا فينا بدليل ولايتنا لأهل البيت. الواحد فينا يحب آل محمد ويحزن لأجلهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. زين؟ فنسبة من الولاية موجودة. لكن الكلام الآن عن الأنبياء والأوصياء. التاريخ أيها الأحباء يخبرنا بكل جلاء وبكل وضوح بأنه هكذا كانت الأمم تتعامل ويا الأنبياء وأوصياء الأنبياء. يجون يؤمنون، يعني يجي النبي والوصي بمعجزة بكرامة، فشأن هذه المعجزة، شأن هذه الكرامة أنها تدعوني أنا المشاهد لها أن أؤمن بها. أؤمن بها هاي الكرامة والمعجزة، خلاص آمنت. قوم إبراهيم شافوا من عنده معجزات آمنوا. قوم نوح شافوا من عنده معجزات، قسم قليل من عندهم آمنوا. قوم موسى شافوا من عنده معجزات آمنوا. المصيبة مو هنا أنه آمن قليل وكفر شنو كثير. المصيبة ذولا الآمنوا ذولا بعد فترة إما قصيرة أو طويلة شو يصير بهم؟ يرتدون، بعضهم يكفرون. فالله يقول لهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ أنتم رجعتم بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى كافرين. أنتم شفتوا المعجزات، شفتوا الكرامات. هذا من جهة. من جهة ثانية مصيبة الكفر شنو هي؟ مصيبة الكفر أيها الأعزاء هو الكفر بماذا أصلا؟ هو بماذا يأتي الأنبياء حتى يكفر بهم؟ شنو الشيء الجديد الذي أتى به الأنبياء؟ ما جاءوا بشيء جديد. جميع الأنبياء والأوصياء لم يأتوا بشيء جديد أبدا. عجيب سيدنا هذا الحكي، شلون ما جاءوا بشيء جديد؟ ناس غارقين بالكفر بالفساد بالكذا، جاء الأنبياء والأوصياء يصلحوا شؤون الناس، ينظفوهم من الخمر، من الزنا، من المفاسد، من الغش، من الغل، من الرشوة، من الدغل، من أن يتقاتل بعضهم مع بعض على لا شيء. شلون ما جاءوا بشيء جديد؟ الجواب أيها الأحبة نجده في القرآن الكريم واضحا جليا. شو يقول رب العالمين؟ يقول وأقم وجهك للدين شنو؟ أحسنتم حنيفا. ليش؟ فطرة الله التي فطر الناس شنو؟ عليها. لا تبديل لخلق الله، ماكو شيء جديد. الله تعالى فطر ابن آدم على حرمة الزنا. ليش؟ ما يقبل على أن أحد يهتك عرضه في زوجه، في بنته، في أخته، في أمه. أكو شاب كان زمان النبي صلى الله عليه وآله، الناس يقولون يا رسول الله هذا فلان خش آدمي، خش آدمي، يسوي معروف، عنده غيره، أبو فزعة، أبو غيره، ما أدري،
ينجد الناس من المشكلات، يقضي حوائج الناس، زين، ما يعتدي على أحد، ما يؤذي أحد، بس عنده فد اعتداء بسيط، يعني مو اعتداء قتل وكذا، عنده هذا النوع من الاعتداء على أعراض الناس، يباوع على النسوان ويرغب في أن يأتي نساء الآخرين، فيميل إلى الزنا. هسه هو إذا لم أكن قد نقلت الحادثة بشكل دقيق، إما هو يمارس الزنا أو يميل إلى الزنا. النبي قال لهم خبروه أنه يجاوبني، يجيني، أو إجا لعند النبي صلى الله عليه وآله قال له يا فلان يقولون عنك خوش خادمي، عندك أعمال خيرة وزينة، هاي الشغلة ليش هيك عندك ميول بهذا الأمر؟ قال والله يا رسول الله ما أعرف أكو فد ميول بهالشكل يعني. النبي قال له هذا خلاف فطرتك، الفطرة السوية شنو؟ تأبى ذلك. لذلك التشريعات الدينية هي ليست أيها الأحبة تأسيسية، تشريع مو تأسيسي. التشريع ليس شنو؟ ليس تأسيسي، وإنما شنو؟ تأكيدي، بس يؤكد. شوش التأسيس شنو؟ تأسيس هي الفطرة تأسس إلي وإلك، واضح الفكرة؟ الفطرة هي التي تؤسس لنا،